قدموا من مخيمات المناف المؤقتة ليعيشوا لحظات العودة إلى وطن كان الغائب الحاضر، ومن حدود الخيال إلى واقع الحال، لتحتضنهم أرض محافظة سلفيت بدفئها ورائحة ترابها الذي عشق. ما تصورت إنه فلسطين حلوة هالقد. اللي بيسألني بقول إن هذه قطعة جنة ربنا بعتها لإلنا، بس الله إن شاء الله بنرجع لها بإذن الله، بإذن الله بنرجع لها. يعني بطلع بالزيتون بالشجر بالعالم نيال قلبها اللي هون قاعدين. شيء كتير يعني بيحرق القلب انه انت اي مكان رايح عليه من مكان لمكان بتلاقي مستوطنات، بتلاقي حواجز، بتصير يعني انت وانت عم تتعرف على البلد الا ما تمر من مستوطنه وتتعرف عليها وانت مش مضطر اصلا انك تتعرف عليها لانه وجودها غلط، وجودها ما له داعي، ولا بدي اعرف هاي المستوطنه شو اسمها ولا مين اللي عايشين فيها لانه وجودهم غلط. الله يا رب يعني عن قريب كتير رح يلتغوا. بلدة دير بلوط كانت المحطة الأولى لأعضاء الملتقى الثقافي التربوي الخامس في سلفيت، حيث كان اللقاء بالوطن السليب في إطلالة على قراهم ومدنهم التي هجروا منها، لتمتزج دموع الفرح بحرقة الغربة والاغتراب. احنا حاسين بحسرة كبيرة لأنه هلا أنا عم بحكي من منطقة سلفيت، مطلة على بلادنا، ويعني بحس الواحد بحد قلب إنه مش قادر يوصل لهي البلد، وإن شاء الله بإذن الله بترجع كلياتها وكلياتنا بنرجع بنعيش كلنا على تراب فلسطين. وأنا على مشرف مدينتي وبالقرب من مدينة حيفا وقرية حزم، أشعر بنفسي أنه قريب منها جدا. لدي شعور صراحة مختلط تصعب جميع الكلمات في العالم التعبير عنها. هذه أغاني شعبية شارك فيها أعضاء الملتقى الأهالي ليختلسوا بضع من ساعات فلسطين ليسمعوا صوت وطنهم مع أطفال الكوفية. محمد شتية، تلفزيون فلسطين.